أهلا وسهلا بيكم في قناة تغيير مسار. القناة اللي هدفها تغير نظرتك لحياتك وتخليك تشوف الأمور من زاوية جديدة، زاوية أعمق وأصدق. يمكن تكون بتسأل نفسك، ليه في ناس علاقتهم بتكمل سنين طويلة من غير ما يملوا؟ وليه في ناس تانية علاقتهم بتنهار في أول مشكلة؟ النهاردة هنتكلم عن أسرار العلاقة الناجحة اللي تدوم سنين، وهنبدأ بأول وأهم مرحلة، البداية والأساس. العلاقات يا أصدقائي مش مجرد مشاعر وقتية، مش مجرد شغف بيشتعل في البداية وبعدين يختفي. العلاقات الحقيقية زي الشجرة، عشان تكبر وتعيش سنين لازم يكون ليها جذور قوية في الأرض، والجذور دي هي الثقة، الصدق، الفهم، الصبر. خليني أخدك معايا خطوة بخطوة. السر الأول الثقة. العلاقة من غير ثقة زي بيت من غير أساس. لو أنت ما بتثقش في اللي قدامك هتعيش في قلق مستمر، وهتفضل تدور على دليل يثبت إنك صح حتى لو هو بريء. الثقة مش بتتبني في يوم وليلة، لكن بتتكون من مواقف صغيرة متكررة. لما تلاقي شريكك بيحافظ على كلامه، لما يوعدك بحاجة وينفذها، لما يحافظ على أسرارك كأنها أسراره، هنا الثقة بتتزرع جوه قلبه من غير ما تحس. لكن خد بالك، الثقة مش معناها السذاجة، مش معناها تدي للإنسان فرصة يوجعك مرة واتنين وتقول أنا بثق فيه. الثقة معناها التوازن، إنك تديله فرصة يثبت نفسه، وفي نفس الوقت تكون واعي ومنفتح. السر التاني الصدق. الصدق مش بس إنك تقول الحقيقة، الصدق إنك تكون واضح، تكون نفسك من غير ما تلبس أقنعة. لأن العلاقة اللي مبنية على الكذب حتى لو صغير بتفضل هشة. هقول لك مثال: لما تسأل شريكك وتقول له أنت زعلان، وهو يرد يقول لك لا، وهو في الحقيقة مجروح، ده مش صدق. أو لما تقول أنا موافق على حاجة أنت أصلا مش مقتنع بيها، ده كمان مش صدق. الصدق مش ضعف، بالعكس هو قوة. لأنك لما بتكون صادق بتدي فرصة للشخص اللي قدامك يعرفك على حقيقتك ويقرر هو عايز يكمل معاك ولا لأ. وهنا تقدر تبني علاقة حقيقية من غير خداع. السر الثالث الفهم. كل إنسان جواه عالم كامل، وإنت مش هتقدر تكمل مع حد إلا لو حاولت تفهم العالم ده. تفهم هو بيحب يعبر إزاي، بيزعل من إيه اللي بيفرحه، وإيه اللي بيكسره. وفي ناس بتفتكر إن الحب معناه إن أنا أعاملك زي أنت ما بتعاملني. لأ، الحب معناه أعاملك زي ما أنت محتاج. في علم النفس في حاجة اسمها لغات الحب الخمسة. في اللي بيحب يسمع كلام حلو، وفي اللي بيحب الهدايا، وفي اللي بيحب يقضي وقت معاك، وفي اللي بيحب اللمسة والحنان، وفي اللي بيحب المساعدة بالأفعال. لو أنت مش فاهم لغة الحب اللي بيحبها شريكك هتدي كتير، لكن مش هتحسسه باللي محتاجه. الفهم هو إنك تشوف بعينيه مش بعينيك أنت. السر الرابع الصبر. أول الشهور في أي علاقة بتكون مثالية جدا، كل حاجة بتبان جميلة. لكن مع الوقت هتبدأ تشوف عيوب، هتكتشف خلافات، هتدخلوا في مواقف مش سهلة. هنا بقى بيجي دور الصبر. الصبر مش معناه إنك تتحمل الأذى أو إنك تفضل في علاقة سامة. الصبر معناه إنك تعرف إن أي علاقة حقيقية لازم هتعدي بمطبات، وهتحتاج وقت علشان تستقر. الشجرة ما بتطرحش ثمار من أول يوم، لازم تصبر عليها وتسقيها وتديها وقت. نفس الشيء في الحب، محتاج صبر علشان يشيل الصعوبات. خليني أديك صورة أوضح. تخيل علاقتين، الأولى فيها شك مستمر، كذب أبيض وعدم فهم، والتانية فيها ثقة وصدق وفهم وصبر. أيهما تفتكر هتكمل لسنين طويلة؟ أكيد التانية، لأن العلاقة الناجحة مش بتتبني في يوم ولا بتيجي من فراغ. لازم تبدأ من الأساس، وهو الثقة، الصدق، الفهم، الصبر. من غيرهم العلاقة هتفضل هشة مهما كان الحب قوي، ومعاهم أي علاقة تقدر تصمد وتكمل حتى وسط أصعب الظروف. أما عن التواصل، التواصل هنا مش مجرد إنك تتكلم وبس،
التواصل هو إنك توصل مشاعرك وأفكارك بوضوح، وتسمع مشاعر وأفكار الطرف التاني بتركيز. في ناس بتتكلم كتير جدا لكن في الآخر شريكها مش فاهمها، وفي ناس بتقول جملة بسيطة لكن بتوصلها بصدق يخليها تعيش في قلب التاني سنين. كمان التواصل له مستويات. في تواصل بالكلام، إنك تقول أنا زعلان بدل ما تفضل صامت وتتمنى الطرف التاني يفهم من نفسه. وفي تواصل بالجسد، النظرة، اللمسة، طريقة جلوسك، كلها رسائل. وأوقات كلمة أنا جنبك ممكن تتقال بلمسة إيد أدفى من ألف كلمة ممكن تتقال. وفي كمان تواصل بالصمت، إنك تعرف إزاي تسكت في وقت محتاج تسكت فيه عشان تسمع، أو عشان تخلي الطرف التاني يفرغ اللي جواه. أكبر غلطة بتحصل إننا بنفتكر إن الشريك المفروض يفهم من غير ما نقول. الحقيقة إن مفيش حد في الدنيا عنده القدرة يقرأ الأفكار. التواصل المباشر بيختصر سنين من سوء الفهم. أما عن حل الخلافات، خليني أكون واضح معاك. مفيش علاقة من غير مشاكل، حتى أكتر الناس حبا لبعض بيختلفوا. بس السر مش في غياب المشاكل، السر في طريقة إدارتها. في ناس لما بيحصل خلاف بتحول العلاقة لمعركة، مين يكسب ومين يخسر. لكن في الحقيقة العلاقة مش ساحة للحرب، العلاقة فريق. لما تختلف مع شريكك اسأل نفسك، هل أنا عايز أثبت إني صح ولا عايز إن العلاقة تكمل؟ في بقى طرق ذكية لحل الخلافات. اختار الوقت الصح للكلام. لو الطرف التاني مجهد أو عصبي، أي كلمة هتولع نار. أو استخدم كلمة أنا بدل أنت. قول أنا حسيت بضيق بدل أنت ضايقتني. هنا الفرق ضخم، الأولى بتفتح حوار والتانية بتفتح حرب. وحاولوا تتفقوا على مبدأ، المشكلة على فكرة ضدكم انتم الاتنين، مش حد ضد التاني. في قاعدة اسمها قاعدة ال24 ساعة. لو حصل خلاف ما تسيبوش يعدي أكتر من يوم من غير ما تتكلموا فيه، لأن كل يوم بيعدي المشكلة بتكبر في دماغك وبتتحول من تصرف صغير ضايقني لدليل إن العلاقة مش نافعة. والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة في بداية أي علاقة، بتكون الحاجات الكبيرة هي اللي بتشدنا، الشكل، الكلام، هدايا. لكن اللي بيخلي العلاقة تستمر سنين مش الكبير، لكن هو الصغير. إنك تفتكر يوم مهم عنده، إنك تلاحظ إنه تعبان وتسأله عايز ترتاح، إنك تسيب له ورقة صغيرة مكتوب فيها كلمة حلوة، إنك تسمعه من غير ما تقطعه. الحاجات دي يمكن تبان تافهة، لكنها بتبني جدار من الأمان حوالين العلاقة. الإنسان بطبعه بيدور على اللي بيحسسه إنه مرئي ومسموع. ولما تدي الاهتمام ده بشكل مستمر، الطرف التاني بيبقى عارف إنه مش مجرد حد في حياتك، لكنه الأولوية. خدعة الروتين. من أكبر أعداء العلاقة الطويلة هو الروتين. بعد فترة كل حاجة بتبقى متوقعة، نفس الكلام، نفس الأماكن، حتى نفس الأفعال. هنا بيجي بقى دور الابتكار. اعملوا حاجة جديدة سوا، جربوا تخرجوا مكان جديد، تتعلموا هواية سوا، حتى طبخة جديدة في البيت. الحاجات الصغيرة دي بتجدد الطاقة بينكم وبتكسر الملل. الاستماع العميق. من أهم أشكال التواصل الاستماع. اسمع بكل كيانك. في فرق بين إنك بتسمع وإنك بتنصت. السمع هو مجرد وصول الصوت ودخوله ودنك، أما الإنصات هو إنك تسمع بعقلك وقلبك وروحك. لما شريكك يحكي ما تقطعهوش عشان تحضر رد، اسمعه للآخر وبعدين رد. ساعات الطرف التاني ما بيكونش محتاج حلول، بس هو محتاج حد يحتويه ويفضفض. أما عن المسامحة، دي نقطة لازم تتحط تحتها خطوط كتير. مفيش علاقة هتستمر من غير مسامحة. الغلط وارد والتقصير وارد، لكن الفرق بين علاقة بتكمل وعلاقة بتنتهي هو هل عندكم القدرة إنكم تسامحوا بعض ولا لأ. المسامحة مش معناها إنك تنسى، لكن معناها
إنك تختار إن الغلط ده ما يهدمش اللي انتوا بنيتوه سوا. وما ننساش التقدير. التقدير واحد من أقوى الأسلحة اللي بتحافظ على العلاقة. كلمة شكرا البسيطة بتعمل فرق كبير. لما شريكك يعمل حاجة صغيرة زي إنه يجيب لك كوب شاي مشروب أنت بتحبه، أو يساعدك في حاجة، قول له أنا مقدر. التقدير بيخلي الطرف التاني يحس إن مجهوده مش رايح على الفاضي. وهنا نفهم من اللي احنا قلناه إن العلاقة الناجحة مش بس أساس قوي، لكن كمان محتاجة تواصل حقيقي، طريقة ناضجة لحل الخلافات، واهتمام بالتفاصيل اللي بتبان إن هي صغيرة لكنها جوهرية. لما يبقى في استماع، مسامحة وتقدير، العلاقة مش بس بتعيش، لكن بتزدهر وتكبر يوم بعد يوم. كمان الدعم النفسي. بص يا صديقي، مفيش إنسان في الدنيا مش بيقع. كلنا بنمر بلحظات ضعف وخوف وإحباط، وهنا بيظهر دور الشريك الحقيقي. العلاقة مش بس ضحك وسعادة، العلاقة هي إنك تلاقي شخص وقت ضعفك يطبطب عليك بدل ما يلومك، شخص يقولك أنا معاك بدل ما يقولك أنت فشلت. في ناس بتفتكر إن دورهم بس يقدموا الحب في اللحظات الحلوة، لكن الحقيقة إن الامتحان الحقيقي لأي علاقة هو اللحظات الصعبة. لما تلاقي حد بيقف جنبك وقت مرضك، وقت خسارتك، وقت ما الدنيا كلها تدير وشها عنك، هنا بس بتعرف إنك لقيت علاقة تساوي العمر كله. كمان الحفاظ على الشغف. واحدة من أصعب الحاجات في العلاقات الطويلة إن الشرارة الأولى تخفت. البداية بتكون نار، لكن مع السنين بتتحول لرماد دافئ، وده طبيعي. لكن الشطارة مش إنك تمنع الرماد، الشطارة إنك تفضل تنفخ في النار. اعملوا مفاجآت لبعض، جددوا أيام زمان، ارجعوا للمكان اللي قابلتوا فيه بعض أول مرة. قول بحبك من غير مناسبة، ابعت رسالة رومانسية فجأة حتى بعد 10 سنين جواز. الحب محتاج يتسقى زي الزرع، وإلا هيموت. والشغف محتاج تجديد، وإلا هيتحول لروتين ممل. كمان الاستمرارية والالتزام. الحب مش شعور وبس، الحب قرار. قرار إنك كل يوم تختار نفس الشخص، حتى في الأيام اللي بتحس فيها إنك مش عايز تشوف وشه. العلاقة الناجحة مش بس معناها إنكم مش هتتخانقوا، لكن معناها إنكم كل مرة تختلفوا هتختاروا وترجعوا لبعض تاني. الالتزام هو إنك تفكر في إحنا قبل ما تقول أنا. لما تيجي تاخد قرار تفكر ده هيفيدنا إحنا ولا بس هيريحني أنا. كمان التوازن بين الاستقلالية والاندماج. العلاقات اللي بتدوم هي اللي فيها مساحة للتنفس. مهم إنكم تكونوا مع بعض، لكن مهم كمان إن كل واحد فيكم يفضل عنده حياته الخاصة، اهتماماته، أصدقائه. الاندماج الكامل بيخنق، والاستقلالية الكاملة بتفرق. السر هو التوازن، نكون واحد وفي نفس الوقت ندي لبعض مساحة نكون نفسنا. نحاول نركز على بناء الذكريات المشتركة. الذكريات هي الوقود اللي بيشغل العلاقة لما تمر بفترة فتور. لما تفتكروا رحلة حلوة أو موقف مضحك، لحظة مميزة، الذكريات دي بتبقى زي الحبال اللي بتشدكم لبعض من جديد. حاولوا تعملوا مغامرات سوا، صوروا، اكتبوا، حتى لو ذكريات بسيطة زي طبخة جديدة عملتوها مع بعض، أو فيلم شفتوه في ليلة مطرية. العطاء بدون حساب. العلاقة اللي مبنية على أنا عملت كذا وإنت عملت كذا مش بتدوم. الحب الحقيقي هو العطاء بدون انتظار مقابل. مش معناه إنك تكون ضحية، لكن معناها إنك تدي من قلبك. لما تحب حب بكرم، لما تهتم اهتم بصدق. اللي بيدي بإخلاص دايما بيرجع له أضعاف. العلاقة الناجحة اللي تدوم سنين محتاجة أكتر من أساس قوي وتواصل فعال. محتاجة دعم نفسي وقت الضعف، تجدد للشغف كل فترة، التزام واستمرارية في الاختيار، توازن بين القرب والمساحة، ذكريات جميلة تبني جدار حوالين العلاقة، وعطاء من غير حساب.
العلاقة مش فيلم رومانسي بينتهي بعد ساعتين، العلاقة حياة كاملة، يوميات، تعب وضحك ودموع وأفراح. اللي ينجح فيها هو اللي يعرف إن الحب مش مجرد كلمة، لكنه رحلة طويلة مليانة مطبات، لكن برضو مليانة مناظر تخليك تقول الحياة تستاهل. يا أصدقائي، في قناة تغيير مسار إحنا مش بنبيع أوهام، إحنا بنحاول نفك رموز العلاقات ونكشف الأسرار اللي تخليها تكمل. افتكر دايما، العلاقة الناجحة مش بس بتيجي صدفة، لكن بتيجي باختيار واعي كل يوم. ولو لقيت حد يستاهل، تمسك بيه، لأن الحب الحقيقي نادر، ولما يجي لازم تحافظ عليه. استنونا في الفيديو الجاي، لأننا مش هنقف هنا. عندنا مواضيع أعمق وأسرار أقوى، وطرق عملية تخلي حياتكم العاطفية أجمل وأسهل. أنت مش بس بتسمعني، أنت بتبدأ رحلة جديدة مع تغيير مسار.